السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. إن شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة مكعبات الكيك بجوز الهند، وهنعمله بطعمين وكل طعم أحلى من التاني. الطعم الأولاني هيكون معانا بطعم المشمش وجوز الهند، والطعم التاني الشوكولاتة بجوز الهند. زي ما انتوا شايفين شكلها جميل جدا وطعم قوي، ومكعباتها صغيرة. شايفين العجينة خفيفة ازاي وهشة؟ إن شاء الله هتعجبكم، ولو جربتوها قولولي رأيكم فيها. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك، ويلا بينا نشوف الطريقة. هكون محضرة 4 بيضات، ويفضل انك انت تكوني مطلعة البيض بره التلاجة من بدري، علشان لما تيجي تشتغلي بيها تكون بدرجة حرارة الغرفة. وهضيف فانيليا ومعلقة كبيرة خل. الخل هيخلي الكيكة معاكي هشة وجميلة. بعد كده اضرب البيض، وبعد ما اضرب البيض كويس هبتدي اضيف له السكر. هضيف له 1.25 كوباية سكر، وهبتدي اقلب السكر مع البيض كويس بالمضرب قبل ما اشغل المضرب. بعد كده هشغل المضرب واضرب البيض مع السكر لغاية ما شكله يبقى كريمي وتلاقي سمكه تقل معاكي. بعد ما وصلت للسمك المطلوب هبتدي اضيف الزيت. معايا 3/4 كوباية زيت. هبتدي انزل بالتدريج، واثناء ما انا بنزل بالزيت بالتدريج هضرب في نفس الوقت بالايد التانية لغاية ما كمية الزيت تخلص معايا. وهضيف بعد كده 3/4 كوباية حليب، وارجع تاني اضربهم كلهم مع بعض، وبكده انا ضفت كل المواد السائلة. وهضيف رشة ملح. بعد كده هبتدي انزل بالمواد الجافة. معايا 2.25 كوباية دقيق، وهنزل بيهم على 3 دفعات. هنزل بالكوباية الاولانية، وبعد ما انخلها هبتدي اقلبها كويس لغاية ما الدقيق كله يختفي في الخليط. بعد كده ابتدي اضيف الكوباية التانية، هنخلها برضو لان من المهم جدا انك انتي تنخلي الدقيق. بعد ما نخلته هرجع تاني اضربه بالمضرب السلك لغاية ما الدقيق كله يختفي في الخليط. اخر دفعة هنبتدي نضيفها اللي هي ربع كوباية الدقيق، وهضيف معاها معلقة كبيرة بيكنج باودر، وانخلهم مع بعض واقلبهم كويس لغاية ما الدقيق يختفي. وبكده انا ضفت كل كمية الدقيق. وتعرفي ان كمية الدقيق اللي انت حطاها دي مظبوطة، لما بتيجي تقلبيها وتعجنيها هتلاقيها بتعمل معاكي شكل شريط ويختفي بعد ثواني. تعرفي ان كده ما انتش محتاجة تضيفي دقيق تاني. بالنسبة لتحضير الصينية انا محضراها في البداية خالص من قبل ما ابتدي اشتغل في الكيك. جبت ورق زبدة وقصيته على مقاس الصينية، ونزلت بشوية زيت على ورق الزبدة ودهنته كويس جدا من جميع الجوانب. وهنزل عليه بخليط الكيك، ابتدي اوزعه في الصينية بحيث ان هو يبقى كله ارتفاع واحد. وطبعا انا مولعة الفرن من بدري علشان الفرن يسخن، عشان اول ما افضي الكيك في الصينية ادخله على طول الفرن. بعد كده ابتدي اسوي سطح العجين علشان ما يبقاش فيه حرف رفيع وحرف تخين. بعد ما سويت السطح خلاص هبتدي ادخلها الفرن على الرف الوسطاني على درجة حرارة 180. اثناء ما الكيكة بتستوي في الفرن هبتدي اجهز صوص الشوكولاتة. معايا 1.5 كوباية حليب، وهبتدي انزل عليه بكوباية سكر، ونص كوباية كاكاو خام، ومعلقة كبيرة زبدة، ومعلقة صغيرة نشا، ورشة فانيليا. انا ضفت معلقة النشا الصغيرة علشان يخلي القوام بتاعه متماسك سنة صغيرة. وبعد ما قلبت المكونات مع بعض هبتدي اضيف ربع كوباية شوكولاتة خام مبشورة او شوكليت شيبس، وهولع عليه البوتاجاز واستمر في التقليب لغاية ما الشوكولاتة تدوب. اول ما يبتدي يغلي هسيبه يغلي كده غلوتين، وهطفي عليه واسيبه يبرد. الكيكة استوت وطلعتها من الفرن، وببتدي اعمل لها اختبار بعصاية الشوي. بدخلها في الكيك واطلعها، لما بتطلع نظيفة ما فيهاش عجين تبقى الكيكة كده استوت وجاهزة معايا. وهسيب الكيكة تبرد. كده خلاص صوص الشوكولاتة برد، ولو انت حسيتي ان هو عمل قشرة طبقة خفيفة كده فوق الوش ممكن تصفيه بالمصفى علشان ما يبقاش فيه اي تكتلات. ومعايا 2 كوباية جوز هند. الكيكة خلاص بردت، هبتدي اقلبها واخرجها من الصينية وابتدي اسحب ورق الزبدة من عليها. وهجيب السكينة وابتدي اساوي الاطراف بتاعت الكيكة. هشيل شريط رفيع من كل جنب من الجوانب علشان تبقى متساوية في الشكل. شايفين الشريط رفيع قد ايه؟ من كل جنب هسويه بنفس الطريقة.
بعد ما سويت الكيك من ال4 جوانب هبتدي اقسم الكيكة نصين بالتساوي، وكل نص هقسمه ل3 اجزاء. قطعت النص الاولاني ل3 اجزاء، وادي النص التاني بقطعه برضو ل3 اجزاء. بعد كده احنا ما قطعناها بالطول، هبتدي اقطعها بالعرض بنفس الطريقة. هقسم الكيكة نصين الاول، وبعدين هبتدي اقسم كل جزء ل3 اجزاء علشان تطلع معايا مربعات متساوية. وهنشوف مع بعض المربع بقى شكله عامل ازاي بعد ما قطعنا كل كمية الكيك اللي معانا. شايفين العجينة هشة ازاي؟ العجينة جميلة جدا وممتازة. ونص كمية الكيك هزينه بصوص الشوكولاتة. هاخد المكعب الاولاني وانزل بيه في صوص الشوكولاتة، وهسيبه لمدة ثواني عشان يتشرب كويس، وبعدين اصفيه وانزل بيه على جوز الهند. وبالمعلقة ابتدي اوزع جوز الهند عليه من جميع الجوانب علشان يمسك فيه. وبالمعلقة انزل جوز الهند الزيادة اللي فوق الكيكة، واجيب الشوكة ابتدي اطلعها واحطها في طبق التقديم. شايفين شكلها بقى جميل ازاي بعد ما خلصت؟ هنعمل مع بعض واحدة كمان. اضغط عليها كويس جوه صوص الشوكولاتة علشان تتشرب كويس، وبعدين اصفيها وانزل بيها على جوز الهند، وابتدي بالمعلقة اوزع على جميع الجوانب. وبكده خلاص الكيكة بقت جاهزة. اشيلها واحطها في طبق التقديم. ونص كمية الكيك هعمله بنفس الطريقة. وده شكل الكيك بعد ما زيناه بصوص الشوكولاتة. الجميل في الكيكة ديت انها بتديكي كمية كبيرة. بعد كده نبتدي ندخل على نص الكيكة التاني، وهزينه بمربى المشمش وجوز الهند. هبتدي امسك مكعب من مكعبات الكيك واقسمه نصين بالسكينة، واجيب الجزء الاولاني املاه بمربى المشمش. ابتدي اوزع عليه مربى المشمش كده، واغطيه بالجزء الاولاني من الكيك. بظهر المعلقة ابتدي املاه مشمش وافرده على الجوانب كلها بتاعة المكعب بتاع الكيك من ال4 جوانب. هبتدي افرده كويس كده واملاه حلو كده علشان لما اجي احطه في جوز الهند يمسك معايا. بعد كده هحطه في جوز الهند، ومن ال4 جوانب ابتدي اضغط كده هو ضغطة خفيفة عشان يتملي بجوز الهند. وبكده خلاص المكعب خلص. نعمل مع بعض واحد كمان. هقسم المكعب نصين، ابتدي افرد فيه من مربى مشمش واحط الجزء الاولاني عليه، وابتدي بعد كده اغطيه من ال4 جوانب بمربى المشمش. بظهر المعلقة بتسهل معاكي في الفرد. بعد ما خلصت ال4 جوانب هبتدي احطه في جوز الهند واضغط عليه ضغطة خفيفة. وكمية الكيك كلها هعملها بنفس الطريقة. وده شكل الكيك اللي انا زينته بمربى المشمش وجوز الهند. ويلا بينا نقدمه. الكيك فعلا طعمه رائع، سواء اللي بصوص الشوكولاتة او بمربى المشمش. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك، واشوفكم على خير.